لو سألتك تحب تبقى مليونير أكيد الإجابة هتكون بس السؤال الحقيقي إزاي؟ في الفيديو ده هقولك على أهم 7 خطوات لو مشيت عليهم صح صدقني هتقدر توصل لهدفك وتحقق ثروتك المالية يا حبيبي. ركز معايا للنهاية علشان ما نطولش عليكم ونبدأ بأول خطوة. طبعا هيكون مقسم معانا 7 خطوات وفي كل خطوة هيكون في نتيجتها وهيحصل ايه وازاي تقدر تحقق نتيجتها اصلا. ونبدأ بأول خطوة، غير طريقة تفكيرك. ازاي؟ اول حاجة لازم تعملها تغير عقلك قبل ما تغير حسابك البنكي. المليونير الحقيقي بيشوف الفرصة ماهاش العقبة، ولا العقبات بيبصش عليهم اصلا. ابدأ وأمن نفسك وانت فعلا تستحق تكون غني. أمن نفسك، أمن عقلك وطوره، وبعد كده فكر بالفلوس والحسابات البنكية. تمام، وغيره. مش بقولك بس بص، غيره. تاني خطوة، اتعلم كل يوم. مفيش مليونير ناجح ما بينامش او بيعمل غير ما يذكر السوق او بيطور نفسه. اقرأ كتاب، عايزك تتفرج على كورسات كتيرة وتتعلم مهارات جديدة. العلم هو السلاح الحقيقي اللي بيفرق مع الأغنياء يا صاحبي عن اليقين كل شيء. دلوقتي الأغنياء كل يوم بيتعلموا كل شيء، كل يوم بيقرأوا كورسات وكتب في مجالاتهم اللي عايزين يطوروا منها ويكسبوا منها فلوس. يعني مثلا شخص غني بيقرأ كل يوم ازاي امدد من ثروتي المالية، كتب، كورسات. ايه هي المشاريع اللي انا ممكن اعملها واستثمر فلوسي في عقارات؟ طب ازاي وليه؟ النتيجة الحقيقية، ارباحها الشهرية بتاعتها، زي كده يوميتها. فالاغنياء كل يوم بيكسبوا ويطوروا من نفسهم ويقرأوا كورسات، يعني كمان كورسات مش بس في مجالاتهم، في المجالات اللي حواليهم كمان، بحيث انهم يكونوا متشبعين متغنيين. متغنين، هي صح متشبعين بكل المعلومات دي كلها. صح ولا غلطان؟ اما الخطوة الثالثة، دخل اضافي او بزنس جانبي. انا دلوقتي بعتمد على بزنس واحد وهو وليكن بنزل كل يوم الشركة وبشتغل وكده، مش لازم استنى المرتب بتاعي من الشركة. ابدأ مشروع صغير مع الشركة دي، اشتغل فريلانسنج ويساعدك، يعني اي مصدر دخل جانبي بيساعدك في رحلتك اكيد. وطبعا اتذكر لو انت عايز تكون غني في مبلغ من البيزنس ده والشغل ده، انت لازم تتعب وتشتغل عشان تقدر تجمعه وتستثمر بيه يا صاحبي، والفلوس تجيلك على طول. ما تفكرش ان انا بقول لك انت هتفضل علشان تكون راجل غني تشتغل في شركة وتشتغل في فريلانسنج تستنى المرتب من هنا ومن هنا. لا، انت بس ده علشان تجمع المبلغ وبعد كده خلاص تقعد في البيت وتشوف فلوسك. طب ازاي بقى تجيب الفلوس ديت؟ بقول لك دلوقتي. طبعا لما توصل للمبلغ ده في حسابك البنكي هتبدأ تستثمره في حاجات معينة علشان تقدر يجي لك العائد المادي. اما الخطوة الرابعة وهي توفر جزء من الدخل، شايفين كله مكمل بعضه. دلوقتي احنا هنبدأ نوفر جزء من الدخل علشان نبدأ نستثمر في مشروعنا. القانون البسيط، ما تصرفش كل اللي بتكسبه، خلي دايما 20% من دخلك تحويش او من حاجة انت تستثمر بيها. المليونير مش هو اللي بيكسب كتير، المليونير هو اللي بيعرف يحافظ على فلوسه صح. لان انت لو من صغرك او من بدايتك ما عرفتش تحافظ على فلوسك، حتى لو ما عمركش هتبقى مليونير اصلا. تمام، فاللي بتكسبه لازم توفر منه. اما الخطوة الخامسة، انا عايزك تستثمر بذكاء. بعد ما جمعنا 20% وخزنا وجمعنا، دلوقتي انا عايزك تستثمر الفلوس اللي انت بتخزنها وتحوشها، ما تخليهاش نايمة. استثمرها بحاجات شغالة على طول، عائد بيجيب لك، زي الاسهم، العقارات، المشاريع. المليونير بيخلي الفلوس تشتغل في كل مكان لصالحه هو، وعلشان برضه تدخل له فلوس، مش بس يجمعها ويخليها مكانها، لا، فلوسه يشغلها اول باول. تمام كده، ده لو حب يكون مليونير. تمام، فانت ممكن، ده انسب طريقه للعقارات طبعا من رايي الشخصي. اعمل عقار تحت الانشاء 50,000 دولار، وهو طبعا مع الوقت هيجيب لك حاجه حلوه قوي. سادس حاجة، خلي عندك صبر وانضباط. الصبر احنا عارفينه، الانضباط انك انت مش اخر الشهر تجمع 20% واللي بعده تصرفهم. الارباح اللي تيجي لك من التوفير تصرفها اول باول، لا ده ما ينفعش، ده ما يبقاش انضباط. حصل حاجة مثلا وليكن سهم ارتفع، حصل لك مناسبة وفرحت، تقوم جاي فرحان، تقوم جاي موزع هدايا، عازم امك ابوك اختك اخوك صاحبك مش عارف مين، ده ما ينفعش.
اليوتيوب لو اداك ارباح، ده مثال احنا كمنشئين محتوى، الربح من اليوتيوب اول قبض لينا بنقوم جايين نعزم بيه الدنيا كلها، ودي حاجه مش كويسه. اول دخل من اليوتيوب معظمنا كمنشئين محتوى تعليمي بنطور بقناتنا، افضل كاميرا، افضل اضاءه، سيت اب، حاجات زي كده. فحاب اقول لك انه في ثروه بتتبني في يوم وليله. خليك صبور واشتغل كل يوم حتى لو خطوه صغيره، والنتيجه بتيجي يا صاحبي للناس الملتزمه واللي ما همش مستعجلين، والله صدقني. اما الخطوه السابعه وهي اختيار دائره علاقات صح. ابعد عن الناس السلبيه، ودايما اقترب من الناس اللي بتدفعك لقدام، مخها شغال. النجاح المادي والمالي محتاج ناس بتفكر كالمليونير. يعني انت خليك دايما مع الناس اللي تفكيرها بيروح لازاي تكون مليونير وحاجات تانية زي كده. يعني دايما خليك مع الناس الكبار وابعد عن الناس العاديين لو حابب تكون مليونير فعلا، لان الناس العاديين هيضيعوا لك وقتك، اما دوكهم هيقوموا جايين يرفعوا معنوياتك، وممكن انت تعمل معاهم علاقات وتبنوا مشروع معين. في النهاية ان المليونير انه مش هو اللي بيجيب فلوس، لا، المليونير هو اللي عنده عقلية ناجحة وخطة واضحة. ابدأ من النهاردة والنجاح هيجيلك، واللي انت عايزه هيجيلك بإذن الله. وما تنساش بقى لو الفيديو ده عجبك وشايف انه القناة دي هتفيدك، القناة دي منصة رمز الفكرة، منصة تجمع بين الإبداع وتطوير ذات نجاح مالي. وعايز اقول لك بقى اشترك في القناه، بالله عليك تشترك، احنا عاملين رحله الوصول ل 10000 مشترك، اشترك. ودي منصتنا، منصه رمز الفكره، منصه اللي بتجمع بين ابداع وتطوير ذات نجاح مالي. اشترك وكون جزء من عائله رمز الفكره. رمز الفكره، فكر بذكاء واربح بجداره.